مفيش اي راجل هيقدر يوصل للمقبرة بتاعتي حتى ولو بعد الاف من السنين. كليوباترا يا جماعة هي اللي قالت الجملة دي، وبالفعل لحد اللحظة دي محدش قدر يوصل للمقبرة بتاعتها. انتوا متخيلين على الرغم من كل الاساطير والحواديت اللي طلعت على كليوباترا وعلى حياتها وعلى كل حاجة، ومحدش لحد دلوقتي قدر يكتشف فين المقبرة بتاعتها او هي اتدفنت فين بالظبط او اتدفنت ازاي؟ بعد حوالي 2000 سنة من موت كليوباترا، واخيرا يقال ان احنا قربنا نوصل ان احنا نستكشف المقبرة بتاعتها او نعرف مكانها فين. واللي قدرت توصل لها او توصل للمقبرة بتاعت كليوباترا هي واحدة ست مش راجل. كليوباترا تعتبر اخر ملكة فرعونية تحكم مصر، اللي بعد وفاتها خلاص كده انتهى العصر الفرعوني، وهي ملكة يونانية مش مصرية. كان اصلها يوناني، يعني اهلها كانوا يونانيين، ولكن هي اتربت